الدوري بالنسبه لي اهم بكتير قوي. اللي عارفني ان انا اول موسم قلت انا نفسي العب دوري ابطال افريقيا، فالدوري بالنسبه لي اهم بكتير قوي، وانك تاخده من الاهلي وبيراميدز في الصرف ده كسرة نفس ايه اسطوريه. فانا بجد الدوري ده اهم قوي بكتير، اغلى دوري في تاريخ الزمالك، عشان هلعب افريقيا اهم حاجه، وهو واخد الدوري من الاهلي ومن بيراميدز في ظل الازمات دي. بس انا بالنسبه لي الكونفدراليه كانت مهمه قوي برضو والله العظيم، مش عشان قيمه البطوله. فانت خلال 4 مليون دولار هيفك القيد وهيجيبوا لك صفقات. فهذه كانت الفكره، ان والله العظيم انا حزني مش على البطوله على قد ما حزني على الجائزه الماليه اللي كانت تخش لك من البطوله. كانت هتساعدك ان شاء الله، ان شاء الله نكسب الدوري. جائزه الدوري 5 مليون جنيه تقريبا، انما الكونفدراليه 4 مليون دولار. الدوري ده ان شاء الله يفرحنا وكل حاجه، ويا رب نكسبه. يا رب نكسبه والله، انا مش مطمن، مش مطمن نهائي. يا رب نكسبه. بس هل انا في ذره امل ولو 1%؟ لا، ما عادش الخساره قلتها لك. من ماتش الاهلي الخساره مع الزمالك بتجيب خساره. عديت من ماتش سموحه بمعجزه، عشان في سوبر مان نزل من على الدكه اسمه خوان بزيره، عمل لك اسيست واتصاب وطلع من بعدها ما لعبتش كوره. فانت الخساره مع الزمالك بتجيب خساره، خساره بتجيب خساره في خساره، ما بتعرفش تمسك نفسك.